طيب ازيكم يا جماعه. وبعدين بقى في الناس اللي مش عارفه تخلص سيراميكا دي، بعدين بقى بصراحه بما ان احنا في موسم امتحانات، الغلابه اللي زي يعني اللي لسه ما خلصوش، فحسيت ان ده انسب وقت اتكلم فيه عن البلطجه. معلش انا في حاجه عايزه اعلق عليها، هو الفيديو الاخير بتاع هير مي اوت كان في كام حد كاتبين في الكومنتس جوي هير مي اوت او انت هير مي اوت. يعني ايه؟ انتوا اتجننتوا؟ اصل ده هي تكون فاكر ان هير مي اوت دي حاجه حلوه. على العموم ميرسي. باد هير داي، البنات اللي هتفهمني. شعري في الصيف بيبقى عامل زي شعر مونيكا جيلر في الحلقه بتاعت لما كانوا مسافرين وكده، فشعرها كان بايظ من الرطوبه. فانا ببقى كده في الصيف طالما انا هيرمي اوت فاستحملني بقى. طبعا انا بهزر، قول اللي انت عايزه. البوسترز شلتهم علشان وقعوا. البوستر بتاع لالا لاند البرواز بتاعه اتشرخ. اتوجعت بصراحه لان ده اكتر بوستر بحبه. كنت قاعده بسكرول في اليوتيوب من اسبوع كده تقريبا اشوف ايه فيديوهات جديده هتطلع لي، فطلع لي انترفيو قديم كان عامله ماجد الكدواني في البرنامج بتاعه، كان عامله مع بلطجي زي ما بيقولوا، وكان اسمه ممدوح بلجيكا. فالمهم انا شفت الانترفيو ده وعجبني قوي، والراجل عجبني قوي كلامه وصراحته كانت اكتر حاجه عجباني. الموضوع ده نونو حاجه في دماغي من كام سنه، انا ومامتي نزلنا شارع المعز، كنا في حاجه بنصلحها. فالمهم الراجل اللي صلحها لنا هو تقريبا حكى لنا قصه حياته. كان اسمه ابو هاجر، انا مش فاكره اسمه الحقيقي، بس حتى لو فاكره مش هقدر اقوله علشان احتراما للبرايفسي بتاعته. بس ابو هاجر حكى لنا شويه احداث. ابو هاجر كان صريح قوي وبيتكلم بكل مصداقيه على كل حاجه حصلت له. يعني مثلا من الحاجات اللي حكاها ان هو دخل السجن ودخل المعتقل وامن الدوله اتهجموا عليه في بيته وخدوه، وكان حد عامل لبش معاه في السجن اللي هو كان فيه، فمش عارفه صحي من النوم بالليل متاخر والمساجين كلهم نايمين، وكان في ميه مغليه ولا زيت مغلي فدلقها على وشهم. للاسف انا مش فاكره كل القصص برضو اللي هو حكاها، بس في حاجات مش هينفع احكيها لان هي فيها لعب في الاوراق الرسميه، قانونا هو هيروح في 60 داهيه. المهم ابو هاجر ده من اروش الشخصيات اللي انا قابلتهم في حياتي، وكنت حاسه اصلا وانا قاعده بسمع قصته كنت حاسه انا عايزه اسجل، كنت حاسه ان انا عايزه اعمل معاه لقاء. فان شاء الله لو حصل نصيب وهعمل بودكاست الراجل ده هيبقى على الليسته بتاعتي. حد ممكن يجي يقولي طب ما ابو هاجر ممكن يكون بيستعبطك بيقول اي قصص، لا ابو هاجر ما يقولش كلام كذب. المشكله لما انا شفت الانترفيو بتاع ممدوح بلجيكي ده وافتكرت ابو هاجر، حسيت ان في سن الجدعنه، وحسيت هو البلطجيه اصلا ممكن يكونوا جدعان. طيب ايه هي البلطجه؟ البلطجه دي بتبقى زي ما تقول استعراض للقوه او العنف، بطريقه بيهددك بيها ان هو مثلا عايز ياخد حاجه مش من حقه، انه مثلا يرهب شخص او يخليه يعمل حاجه بالاكراه هو مش عايز يعملها. مظاهر البلطجه ممكن تبقى تهديد بالضرب، ممكن بالشتيمه، ممكن ان هو يتعدى عليك في بيتك، في مكان اكل عيشك. في انواع بلطجه كتير، منهم بلطجه الشارع ودي اشهرها ان احنا دايما بنشوفها في الافلام وبنشوفها في الشارع ساعات. كمان في حاجه اسمها البلطجه الالكترونيه، السايبر بولينج، ان حد مثلا يبتزك بصورك او صورك برضو اكتر للبنات، يحاول يشهر بسمعتك على السوشيال ميديا. في بقى بلطجه اسريه، ان في اب بيفتري على عياله او زوج بيضرب مراته. عندك البلطجه في التعليم والبلطجه في الشغل، حد بيفتري على حد او مدرس بيرهب العيال، كل ده اسمه بلطجه. طيب ليه الناس ممكن تلجأ للبلطجه؟ علشان هي عايزه تفرض قوه او سيطره وضعف القانون في فتره من الفترات، وده مبقاش موجود دلوقتي لان القانون بقى بيحمي من موضوع البلطجه ده. وممكن البلطجي ده اصلا يبقى عنده اضطرابات نفسيه زي النرجسيه او هو اصلا سايكوباتي، او تبقى تنشئه عنيفه ليه في الطفوله، ان هو يكون اتربى بطريقه خلته يطلع كده. ممدوح بلجيكا قال ان هو لما كل ما يحب ينضف ويبعد عن السكه دي في حاجه تانية بتشد وترجعه تاني. وهو على فكره عامل حاجات خطر كتير، يعني هو اتهم بقضيه قتل وقتل حد قبل كده ودخل السجن كذا مره، لدرجه اصلا هو في الانترفيو كان حاطط موس في سقف حلقه وطلعه، وكان معاه مطوه قال انا دايما دولت بمشي بيهم. نفس القصص تقريبا انا سمعتها من ابو هاجر. انا فاكره ان الورشه بتاعت ابو هاجر كانت هي نفس الاوضه اللي هو عايش فيها، وهي اوضه صغيره، وانت عارف البيوت بتاعت شارع المعز قديمه قوي. فمش عارفه مره حكالنا ان هو كان نايم على الارض وبتاع في المكان اللي احنا قاعدين فيه عادي، ومش عارف طلع عليه تعبان ولا فار يا الاتنين،
وقتل حاجة صعبة. طريقة التربية وطريقة النشأة طبعا بتفرق، لان انت ساعات بتحس ان انت لوحدك في الدنيا او اللي زيك كتير، بس بيتضح بعد كده اللي هو لا، انت مش لوحدك في الدنيا ولا حاجة، وفي ناس اتربت بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة والبيئة اللي انت اتربيت فيها. في حاجة افتكرتها برضو لما انا كنت في ثانوي، كان في درس كده في مادة علم النفس كان اسمه الثقافة تقريبا، فكان بيحكي عن الضمير، فبيقول ان الضمير ده بيتكون بسبب النشأة والبيئة والطريقة اللي انت اتربيت بيها وانت صغير. زمان انا كنت فاكرة ان الضمير ده بيتولد معاك وانت حظك بقى، يعني واحد مثلا اتولد ضميره ما بيوجعوش لو كذب، واحد تاني العكس ضميره يوجعه لو كذب. اتضح لي بعد كده ان هو لا، ده الضمير بيتكون. يعني مثلا بنت تكون متعودة تلبس لبس معين باسلوب معين، هي اتربت ان ده عادي وده اللي شايفاه فخلاص، فاهم. في واحده تانية عكسها تماما تماما في اسلوب اللبس، فلما تشوفها تقول ايه ده، هي ازاي لابسه كده، هي ازاي ضميرها مش مأنبها، هي ازاي عادي. ده ضميرها اتكلم علشان هي اتربت على الاسلوب ده، هو ده الصح، هو ده المفروض يتعمل. والتانية ضميرها مش واجعها علشان لا، ما هو ده العادي بتاعي، انا ضميري هيوجعني ليه. ضمير بيتسيستم على الحاجات اللي انت اتربيت بيها وعلمتها لنفسك. مش معنى ان في حد اتربى بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي انت اتربيت بيها يبقى هو ما اترباش، بالعكس وانت كمان اتربيت بطريقه هو ما اترباش بيها. فحط برضو في اعتبارك ان الاهالي بتربي عيالها بالطريقه اللي هم شايفينها صح. زي البلطجي كده، ضميره ما يوجعوش لو هو مثلا افترى على حد، وحد تاني لو ظلم حد او افترى على حد واكتشف ده بعدين ما يعرفش ينام. فانا مش عارفه هل البلطجيه فعلا جدعين ولا لا، وطبعا البلطجه دي جريمه فهو اكيد لا، بس انا بحس كده ان في فئه منهم ان انت لو احترمته هيشيلك على راسه، لو انت ما احترمتوش هيقل منك. اعرف بس ان البلطجي ده انسان زيه زيك، هو بس اتربى في ظروف غلط، وهو ساعات كتير بيكون عايز ينضف بس في حاجه تانية بترجعه. طبعا ده مش سبب، لكن على الاقل هو بيحاول، فاحنا اهم حاجه ان احنا نشده ونطلعه، مش هو نسحبه تاني علشان بس نشيله ليله هي مش ليلته. في حاجه كمان عايزه اشاركها معاك. من كام يوم شفت دوكيومنتري كده كنت عايزه اشوفه بقالي فتره، اسمه في الليل يرقصن، هتلاقيه على اليوتيوب. بيتكلم عن حياه الراقصات الليليه اللي بيرقصوا في الافراح الشعبي. بس انا ما اقدرش اقول ان ده رقص، هو بس مجرد استعراض للجسد، غير كده مفيش. والفيلم ده حزين جدا جدا، وكان فيه مشاعر متلخبطه وانا بشوفه من الحزن والغضب وان هم صعبانين عليك. وكمان هتلاقي ان طريقه التربيه اللي هم اتربوا بيها طبعا بتفرق، لان الام والاب هم غالبا مخلفينهم عشان يشتغلوا في الشغلانه دي. يعني الام كانت بتقولها مش عارفه ارقصي كذا، يعني بتعلم الطفله الصغيره تعمل ايه، وبيبعتوا ولادهم شغل وبتاع. فجه في بالي حاجه وحطيت نفسي مكانهم، وانا كده كده بحب احط نفسي في مكان الشخص اللي قدامي ايا يكن ايه الحدث اللي قدامي. فقلت طب انا لو انا اتربيت في البيئه دي، في الظروف دي، كانت هي عقليتي، هتبقى هي عقليتي دلوقتي، ولا هتبقى لا هكتسب من الحاجات دي. فتوصلت ان انا وش هكتسب. يعني الاب والام بيزقوا عيالهم في الحته دي، وانا اكيد وش هتاثر من البيئه، لان خلي بالك حتى لو انت افكارك كانت ضد الطريقه اللي انت اتربيت بيها، سواء هي صح او غلط او at some point هي هتاثر عليك برضو ومش هتعرف تهرب منها. وانا مش عارفه بصراحه ارجح الفيلم ده ولا لا، لاني انا بين صراع، لان انا عارفه ان مش كل الناس هتشوف الفيلم بنفس البرسبكتيف بتاعي وده طبيعي. بس الفيلم هو قديم، هو متصور في 2011، فلو عايز تشوفه شوفه، انت هتلاقيه على اليوتيوب. وانا بلاقي كتير دوكيومنتريز على اليوتيوب جامده قوي احنا بنعملها، بتبقى قديمه شويه. في منهم عايزه ارجعهم في فيديوهات جايه بس لسه بقى مش دلوقتي. انا عارفه ان انا هخرج بره السياق، بس انا ساعات بفكر كده، وانا لو اول فيلم هخرجه هيبقى عامل ازاي. هو غالبا هيبقى دوكيومنتري، لان انا حاسه ان النوع ده مش بيتعمل كتير، ولما بيتعمل بيبقى حلو قوي. فغالبا هيبقى دوكيومنتري عن فئه معينه من ناس معينه، يحكوا قصصهم ويوروني اسلوب حياتهم عامل ازاي. او غالبا هيبقى عن البلطجه يعني. المهم جينا في الفقره اللي انا بحبها النهارده، ترجيح الفيلم السهره. انا من كذا سنه شفت فيلم
بتاع راين جوسلينج اسمه The Place Beyond the Pines. كان عامله مع مراته ايفا ماندز. في الفيلم ده هم اتعرفوا على بعض وحبوا بعض فيه، وده اللي كان جذبني قوي ان انا اشوف الفيلم. حتى هو بيقول في الانترفيو ساعات ان هو عمره في حياته ما كان متصور ان هو عايز يخلف او يتجوز او يكون عيله، بس لما شافها قال هي دي اللي انا عايزه اكون معاها العيله، وهي دي اللي عايزه تبقى ام عيالي من الاخر. حسيت اللي هو الله كيوت، بس الفيلم مش كيوت. انا حاسه ان الفيلم لبش برضه شويه، فهو لايق على السياق اللي احنا بنتكلم فيه. فالنهارده ترجيحي هيبقى فيلم The Place Beyond the Pines بتاع راين جوسلينج وبرادلي كوبر وايفا ماندز. الكرو كله حلو، الفيلم كله حلو، لسه شايفاه من يومين فحسيت اللي هو ايه ده الله، فقلت بس هو ده الفيلم اللي انا هرجحه ليكم. هقولك بس بعض الطرق ان انت تتصرف ازاي لو تعرضت للبلطجه. حاول على قد ما تقدر ما تردش بعنف، لان ده ممكن يخلي الليله اسود ويخليك تتعرض للخطر اكتر. حاول تسجل صوت او صوره، او يبقى في على الاقل شهود للواقع اللي بتحصل دلوقتي، وقدم بلاغ في اقرب اسم شرطه على اللي حصل. افتكر ان البلطجه دي جريمه وبيعاقب عليها القانون، ده مش حل او اسلوب تحل بيه مشاكلك. لو في حد عايز ينضف من الموضوع ده يا ريت نساعدوه، مش نرجعه تاني لنفس السكه. واعرف برضو ان التربيه بتفرق قوي. مهما كنت شايف نفسك انت اللي صح، هتلاقي دايما حد جاي يغلطك عشان الطريقه اللي هو اتربى بيها كانت مختلفه عن طريقتك. بس ده مش معناه ان انت غلط او هو غلط، على الاقل انتوا الاتنين صح في وجهه نظركم، ده كفايه. وبس كده، اشوفكم الحلقه الجايه، وعيد سعيد، باي باي. انت بلطجي، فكر ان انت بلطجي.